السلام، مرحبا بكم في لاشين فاسيلي غابيد في حلقه جديده مع وصفه جديده وسهله وخفيفه ولذيذه بزاف. غنقدم لكم حرشه مالحه. تابعوا معايا الفيديو. غنحتاج في المقادير نص كاس من السميده الغليظه. الكاس اللي عبرت به هو الكاس ديال العنبه، مع كاس ونص ديال السميده رقيقه. ملي كنقول السميده رقيقه ما كنعنيش الفينو، حيت هو السميده رقيق جدا. هذه السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. عندي هنايا شويه ديال الملح مع شويه ديال الخميره، معلقه كبيره من حليب غبره. هنايا عندي طون زيت كما كتشوفوا معايا راه مصفي، صفيته مزيان، كنصفيوه مزيان باش هاد الزيت هي اللي غنخدموا بها الحرشه. ها هي دي هنايا غنحتاجوا الزيت ديال الطون. عندي هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس والبصله مقطعه صغيره، معلقه صغيره ديال الزبده على حراره المطبخ، ونص معلقه صغيره من الخميره ديال الحلوه. ودابا ان شاء الله غنبدا. غناخذ السميد غنوضعها هنايا، كنوضعوا المواد الجافه، وفي الاخير غنقول لكم شحال اعطتني من حرشه باش الا بغيتوا تقدروا تضاعفوا الكميه. كنخلط المواد الجافه مزيان. هنا غناخذ نص معلقه صغيره من الخميره ديال الحلوه، اللي غنخلطوا المواد الجافه مزيان. غنضيف هذا الزيت، كندخلوا الزيت مزيان في السميده. وغنضيف معلقه صغيره من الزبده، كما قلت كتكون على حراره ديال المطبخ. هي دي معلقه صغيره، وغنخدمها بيدي. كتجي لذيذه بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. دابا غنضيف البصله والقزبر ومعدنوس. البصله كنحاولوا ما امكن نقطعوها صغيره بزاف، شحال ما قدرنا نصغروها. وطون هو الاخير. دابا راه فزقت السميده، وراه الريحه كاينه قبل ما طيب، الريحه زوينه بزاف. وغنقول لكم بلي ما كنعجنوهاش، كنخدموا فقط بالرؤوس ديال الاصابع
حتى تجمع لينا. كنزيدو الماء شويه بشويه باش ما تجيناش خفيفه بزاف. ما عندنا كيفاش نديرو نجمعوها مره اخرى. هاهي هادي كتجمع بحال هكذا، كتجيناش خفيفه وما كتجيناش ثقيله. خاصنا نقدروا نتحكموا في العجينه. دابا غنخليها ترتاح وانا غنمشي نوجد المقله. غنخليوها ترتاح لمده 3 دقائق حتى ل5 دقائق. غنجيب المقله ونجي. دابا المقله ثقيله هي دي واجده، رشيتها بشويه ديال الدقيق وخديت هاد المول هذا صغير دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق وغنبدا نخدم ان شاء الله. غناخد شويه من العجينه كيف ما كتشوفوا راه شربت. غناخد شويه من العجينه وغنوضعها هنايا في المول. الا ما كانش عندكم يمكن لكم تقطعوها دوائر بهذا الشكل هذا تكون كبيره وتوضعوها في المقله الكبيره مباشره. دابا من هكذا غنقلبها هنايا. حاولوا تكثروا السميده شويه باش ما تعذبكمش ملي تبغيو تنزلوها. وهذا هو الشكل ديال الحرشه. غنستمر بهذا الشكل غير بمول واحد غنرجع نخدم به. ودابا غنديرها طيب على الجهه الاولى، ملي غطيب تحمر شويه غنقلبها للجهه الثانيه. الشكل النهائي هو هذا ديال الحرشه. كنخليوها طيب على نار مهيله، ما كنجهدولهاش باش ما تحرقناش السميده. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش جيم والاشتراك في القناه، ضروري الدعم والمزيد من الوصفات ان شاء الله. وبصحه والراحه.